السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة صينية العظمة، فراخ بالخضار. حاجة كده تحفة. ممكن تستخدمي فيها اي نوع خضار انتي بتحبيه. التتبيلة بتاعته حلوة وبجد طعمها رائع. تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل بتاعتنا اللي بتطلع لنا الجمال ده. هنستخدم فيها ايه؟ احنا النهاردة الفيديو بتاعنا بسيط جدا. عندنا كمية الفراخ اللي احنا مستخدمينها على حسب عدد افراد اسرتك. بتغسليها كويس جدا، بتنقعيها في ميه بجنزبيل وورق لورا وليمون، وبعد كده تشطفيها. التتبيله بتاعتنا عندنا 2 فلفل رومي احمر كبير مفروم. تمام كده. ممكن تستخدمي فلفل حامي معاه وممكن تستخدميه كله بارد. وكمان عندنا بصلتين كبار مفرومين ناعم، واهم حاجه يتفرموا ناعم علشان يدونا الطعم اللي احنا عايزينه. بالنسبه بقى للتوابل اللي انتي بتستخدميها زي ما تحبي، بس انا هنا مستخدمه كمون وكزبره بابريكا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، بيدوا طعم حلو جدا. وعندي طماطميتين كبار ضرباهم في الكبة عشان يبقوا خشنين شوية، مش عايزاهم ناعمين قوي في الخلاط. تمام كده. وكمان عندي معلقتين كبار من دبس الرمان، معلقتين كبار صويا صوص، معلقتين كبار طماطم العلب، وعندي كمان معلقتين كبار من اي زيت نباتي انتي بتحبيه. كده تبقى الخلطة بتاعتك تمام. هنخلطها مع بعض كويس جدا جدا عشان كل الحاجات الحلوة دي تاخد الطعم اللي احنا عايزينه، ونركنها على جنب كده. دي اول خطوة بتاعتنا معانا. دلوقتي انا هستخدم خضار. ايه الخضار اللي انا هستخدمه؟ فلفل بارد، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حامي، وكمان بصل متقطع شرايح. ودلوقتي دول اساسي مع اي خضار انتي بتستخدميه. هنحطهم في الصينية بتاعتنا. ممكن بقى تنزلي عليهم شرايح بطاطس، شرايح كوسة، بسلة، فاصوليا خضراء. في ناس بتحب البتنجان مثلا مع الخلطة دي. اي خضار انتي بتحبيه. انا هنا مستخدمة بس بطاطس. تمام كده. هناخد معلقتين كبار من التتبيلة اللي احنا عملناها، ننزل بيها على صينية الخضار بتاعتنا، ونقلبهم كويس جدا جدا مع بعض علشان كل الجمال ده ياخد الطعم ويديني نفس النتيجة. دي أول خطوة. هناخد الفراخ بتاعتنا، هنصفيها كويس جدا جدا ونرصها على الخضار بتاعنا، ونعمل فيها فتحات صغيرة بالسكينة، وننزل عليها ببقية التتبيلة اللي عندنا، وندخلها جواها كويس جدا. العظمة دي كلها هتتبل في دقيقة وتدخل الفرن على طول، مش محتاجة تسيبيها في تتبيلتها أبدا. طب هندخلها الفرن قد إيه؟ هنغطيها بورق زبدة وورق فويل وندخلها الفرن نص ساعة على درجة حرارة 200، وبعد كده نشيل الورق عشان تاخد الوش الجميل ده. وبألف هنا وشفا. هتلاقيها مستوية وزي الزبدة. جربيها ومش هتندمي. تتقدم مع شوية رز أبيض، شوية رز بالشعرية، حاجة كده في منتهى الجمال. لو جربتي الوصفة ما تنسيش تقوليلي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير كتير للفيديو عشان يوصلك كل جديد مني إن شاء الله.